الغناء الأدلة كثيرة على تحريمه وأنه لا يجوز. واليوم ولله الحمد حتى في الأعراس لا نحتاج إلى تشغيل الغناء يا جماعة. الآن خرج من الأناشيد والأشعار التي تنشد مع أنواع من يعني المؤثرات الصوتية، أشياء يعني أصبحت تغني عن هذا الغناء تماما. وليس لازم اليوم أن نستعمل آلات الغناء من يعني العود والبيانو وغيره، إنما يستعمل الإنسان أنواعا أخرى من المؤثرات الصوتية التي تدمج عبر الكمبيوتر وتعطي أيضا صوتا يكون معه أنواع من الصدى ونحوه وتكون أناشيد. أو يستعمل الدف فلا بأس به في مثل هذه الأعراس التي ذكرتها الأخت، أو يعني الأمور التي فيها نوع من فرح مثل الأعياد عند النساء مثلا، والأعراس والخطوبة والملكة اللي هو العقد الشرعي ونحو ذلك. هذا لا بأس به أن يستعمل فيه الدف بالنسبة للنساء، لكن لا يستعمل الموسيقى. ويمكن أيضا أن تشترى أشرطة بالدف وتشغل في مثل هذه المواقف. أما استماع الغناء فلا يجوز، لكن لو استمع إليه الإنسان مكرها، مثل أنا ركبت في طائرة مثلا وشغلوا أغنية مثلا، أنا ما أستطيع يعني أن أقفز من نافذة الطائرة، أو أنا ذهبت إلى سوق لأشتري متاعا وكان هناك أغاني في هذا السوق، هذا لا بأس علي به مثلا. أو مثلا أنا ذهبت إلى عرس وكان هذا العرس فيه أغاني، فأنا ذهبت إلى مكان يعني أحاول أن أبتعد عن هذه الأغاني وأن أجلس مع بعض الأصحاب نتحدث معهم ونحاول أن نبتعد تماما عن سماعها، وأحيانا ربما طرق إلى أذننا شيء من السماع من غير قصد منا ولا اختيار، فهذا لا بأس به. أما أن يكون الإنسان موجودا في المكان الذي فيه الأغاني وربما شاركهم برقص أو زمر أو طرب فهذا لا يجوز. والله جل وعلا يقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ابن مسعود، يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن المقصود به الغناء.